في يا جماعه اعلام امبارح جاب اندريا بيكي عبر زوم. اندريا بيكي يا جماعه ده اللي ما يعرفوش ده المدرب المساعد لجوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك. جاي بقى بيتكلم بقى على اجواء السوبر الافريقي والكلام ده. حلو. الراجل واضح انه صارم، واضح انه سيريس. بس المذيع ده او الاعلامي ده بيحب يشعل الدنيا، بيحب يركب الترند، وهو معروف عنه كده يعني. جاي بقى يساله اسئله ايه بنت لذينه ايه، كرييتيف يعني. يقول له ايه دلوقتي انت وجوميز دلوقتي استعداد النادي الاهلي زيه زي اي فريق؟ طبعا قال له التاني قال له ايه؟ قال له طبعا لا، الاهلي بيمتلك كوتش جامد، بيمتلك لعيبه مميزه جدا عندها حلول فرديه وحلول جماعيه، فبطبيعه الحال استعداد النادي الاهلي غير اي فريق. طبعا ده بطل افريقيا. السؤال ده ما اتكلش معاه عيش. قام ساله سؤال تاني بقى بنفس البادي لانجوج كده، بنفس الرياكشن كده، بنفس التاثر ده كده. قال له ايه؟ شفت ضربه جزاء النادي الاهلي ازاي؟ فالتاني ما فهمش السؤال. قال له ضربات الجزاء راحه جايه، ممكن الزمالك يتغلب ممكن الزمالك يكسب. قال لا، ما اقصدش على ضربات الجزاء اللي في الاخر، لا اقصد على ضربه الجزاء اللي حصل على النادي الاهلي واحرز منها هدفه بتاعت اكرم توفيق. شفت ضربه جزاء الاهلي ازاي؟ طبعا عايز تاني يقول له ضربه جزاء غير صحيحه ومؤامره كونيه والحكم ليبي والكلام انتوا عارفينه ده. طبعا الراجل رد صارم قولا واحدا. قال له ايه؟ قال له ضربه جزاء النادي الاهلي سليمه وصحيحه 100%. لا الكلام مش جاي معاه، فدخل في اي هلس. ده للاسف الاعلامي اللي ماشيين بيه. الاعلامي ده كل يوم يجيب مصطفى يونس يغلط في الخطيب ويغلط في الاهلي ومجلس الاهلي، وفي الاخر يقول لك انا اهلاوي، ويجيب اكرامي عشان خاطر رمضان صبحي بس. عرفت يا جماعه مين الاعلامي اللي اتكلم عنه ده؟ تحياتي ليكم.